صنحت منهم لقيت واحدة غريبة قاعدة جنبي على السرير وبتصلي برومانسية وبتقولي صباح الخير يا جوزي العزيز. المصيبة مش هنا، المصيبة اني مش فاكر شكلها ولا فاكر اني نوع ده. اتجوزت اصلا، بربشت بعيني كذا مرة ولقيت الأوضة كلها صور لينا بفستان الفرح وبدلة العرسان. ضربات قلبي وصلت لمليون وبقيت بكلم نفسي وبقول هو انا اتجننت ولا الزهايمر جالي بدري. حاولت اعمل نفسي طبيعي ومش مبين اني فاقد الذاكرة وقلت لها صباح النور يا حبيبتي، جاي اغسل وشي وجريت على الحمام وقفلته بالمفتاح وكنت حياطة من الرعب. وفجأة لقيتها بتخبط على الباب وبتقولي يلا يا حبيبي بسرعة عشان ابويا واخواتي التسعة بره في الصالة مستنين يذبحوا لنا الذبايح ويسلموا عليك. هنا انا ركبي خبطت في بعض وقررت انط من شباك الحمام واهرب بجلدي. واول ما فتحت الشباك لقيت صحابي كلهم واقفين تحت ومجمعين المنطقة كلها وشايلين كاميرات وبيضحكوا بأعلى صوت وبيقولوا تعيش وتاخد غيرها يا بات عريس. طلعت الحكاية كلها مقلب وصحابي مصورين صور الفرح فوتوشوب ومأجرين الشقة والعروسة عشان يعملوا فيا مقلب عمري اللي كان هيجيب لي سكتة قلبية.